أعزائنا الطلاب، الجامعة الأمريكية في العراق السليمانية كما أسلفنا جامعة غير هادفة للربح، لكنها مضطرة على تحصيل الرسوم الدراسية، وذلك لدعم استدامة خدماتها التعليمية التي تتميز بالجودة العالية. ومعاييرها في تحديد الرسوم هو المعدل الذي يحصل عليه الطالب في الامتحانات الوزارية النهائية. الطلبة الأعزاء الذي بحاجة إلى تحسين مستواهم في اللغة الإنجليزية يتم إخضاعهم إلى امتحان الكفاءة في اللغة الإنجليزية، وبناء على النتائج يتم تقسيمهم إلى أصناف ومجاميع. يدفع الطالب على كل كورس من الكورسات حسب المعدل المسجل: $1450، $2250، $2950. كما يجب الانتباه إلى أن رسوم الدراسة السنوية ستكون وذلك حسب المعدل المسجل $8000. وأخيرا يمكن القول أن الدراسة في الجامعة الأمريكية في السليمانية قد تبدو أمرا صعبا بما أنها ذات أسس خاصة، لكن يجب أن تعلموا أن 85 من متخرجي هذه الجامعة قد تمكنوا بعد التخرج مباشرة من إيجاد فرص عمل كبيرة، كما تمكن الكثير منهم من جني ثمار جهودهم وبالتالي تعويض مصاريف الدراسة، وذلك خلال أول أو ثاني عام بعد التخرج. متمنين لكم حظا سعيدا وقرارا صائبا.